خوخة، ازيك يا مارينا؟ عاملة ايه الأخبار؟ وعيالك، قصدي عيالنا، يعني عاملين ايه؟ حلوين يا حبي، شكرا على سؤالك. حطيهم بقى في بالك من دلوقتي. الله، وانا مالي يا لمبي؟ انا حطاهم في بالي ليه من دلوقتي؟ دي مسؤوليتك انت. وهو انا وانت ايه مش واحد؟ لازم تبصي لقدام ساعات يعني، ما تبصيش تحت رجليكي بس، يعني خططي لمستقبلك صح. طب يا ستي، هو انا اعرفهم يعني ولا عمري شفتهم؟ قصدي تحطي في بالك انك في يوم من الايام هتبقي وهتبقي شخصيه مؤثره في حياه ناس تانية. لا، لما يجي وقتها بقى باذن ربنا. اكيد لما يجي وقتها، بس بصي، في حاجات عايزاكي تعمليها من دلوقتي عشان حياتنا وحياه ولادنا هتبقى احسن بكتير لو عملتيها. وايه هي بقى؟ مش فاهمه. بصي يا ستي، لما تحطي في بالك انك هتبقي في يوم من الايام وعايزه تربي ولادك على قيم معينه، لازم تبداي فيها من دلوقتي. تبداي بنفسك. مش لازم على فكره، يعني ممكن اعلمهم حاجات ما كنتش انا بعملها عادي يعني. لا، ولادنا هيطلعوا شبهنا زينا، زي ما احنا عايشين، مش زي ما احنا بنقول لهم وبس. ومثلا فكري وانتي في الكليه مثلا، مش انتي حاطه في بالك انك هتبقي مهندسه بعد كده، فبتفكري ازاي هتدرسي ايه دلوقتي ولا تعملي ايه دلوقتي عشان تبقي مهندسه؟ طيب يا ستي، طب ما تفكري انك هتبقي في يوم من الايام هتعملي ايه دلوقتي عشان تعوديهم على نظام معين او حياه معينه او قيم معينه. وايه كمان؟ عايزه يبقى عندك كشكول تسجلي كده فيه كل افكارك، احلامك، انتي شايفه نفسك ازاي، ايه مواهبك، ايه مخاوفك، ايه نقط القوه اللي في شخصيتك، ايه نقط الضعف، ايه الحاجات اللي محتاجه تتعالج، ايه الحاجات اللي بتحبيها، ايه الحاجات اللي بتكرهيها. تكتبي كل حاجه تعرفيها عن نفسك. ده ايه علاقته يعني بالولاد؟ مش فاهمه يعني ايه العلاقه. معظم الناس اللي بتتجوز وبتخلف بيبقوا لسه صغيرين، لسه ما اكتشفوش نفسهم قوي، فبيدخلوا كده على عالم جديد اسمه الجواز، وعلى شريك حياة لسه بيكتشفوه، وبعدين يخلفوا عيال جديدة لسه بيكتشفوها، بيكتشفوا عالم تربية، وهم اساسا لسه مبيبقوش عارفين نفسهم، فبيفضلوا فترة كبيرة جدا جدا تايهين. لكن لو انت عارفة نفسك، عارفة ايه صفاتك، عارفة ايه احلامك، عارفة ايه الحاجات اللي بتحبيها، ايه الحاجات اللي نفسك تربي عيالك عليها، هتبقى الحياة اسهل بكتير. على فكرة انت حسستيني ان الموضوع كبير قوي. على فكرة كل الناس بتخلف وتتجوز عادي يعني، او بتتجوز الاول وبتخلف عادي. الموضوع ابسط من كده. ما للأسف مش كل الناس اللي بتتجوز وبتخلف بتعرف تتعامل مع كل المشاكل اللي بتواجهها في التربية، واللي هي أساسا بيبقى سببها إن هما مش عارفين نفسهم وما اكتشفوش نفسهم. ممكن أكون مش فاهمة قوي يعني، بس حتة إن أنا أعرف شخصيتي قبل ما أتجوز، يعني مقتنعة بيها شوية. وعلى كده بقى عيالنا طلعوا شبهنا. ما شبهنا في حاجات وحاجات يعني، هما طبعا ليهم شخصيتهم المستقلة، بس أنا بحاول أعلمهم حاجات كتيرة جدا. في حاجات وصلت لها ولقيت نتائج، وفي حاجات لأ، لسه مش وقتها دلوقتي. لا، ربنا معاكي، قصدي معانا يعني. هو انا الصراحه عمري ما تخيلت اني ممكن ابقى مكانك. ما انا عشان كده بقول لك، بصي مستقبلك كده ما بين الحين والاخر، ما تعمليش حاجه بعد كده تندمي عليها او تقولي انا ازاي كنت طايشه وانا صغيره قوي كده. فكري انك هتبقي وضعك هيتغير، مش على طول هتبقي طالبه في الكليه يعني. حاولي تبقي القدوه اللي بتحلمي بيها لعيالك. الحياة أساسا كلها تحديات وكلها مواجهات، سواء اشتغلتي مهندسة أو غيرتي الكارير، سواء اتجوزتي أو لأ، سواء خلفتي أو لأ. نفسي تبقي عارفة شخصيتك وتدوري عليها بجد قبل ما تواجهي الحياة بجد. يعني حتى وانتي بتختاري شريك حياتك، بصي على الإنسان اللي عايزاه مثلا يبقى أب لولادك، مش الإنسان اللي ما تقدريش تعيشي من غيره. فهماني انتي طبعا. طب روحي يلا شوفي عيالك بقى وبوسيهم لي.